أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ، بل إنه الأذكى والأخطر والأكثر دهاء ومكرا. خاض أكتر من 100 معركة طوال حياته، معرفش طعم الهزيمة في أي معركة فيهم. قدر يقضي على أعظم إمبراطورية في العالم وقتها، الفرس والروم. كان عبقري في التخطيط الحربي لدرجة إن خططه العسكرية كان بيتم تدريسها لمئات السنين. قال عنه سيدنا أبو بكر الصديق: عجزت النساء أن تلدن مثله. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول. حدودة النهاردة عن البطل والقائد العظيم خالد بن الوليد رضي الله عنه. تعالوا معايا نعرف الحدودة بدأت منين وانتهت ازاي. عايزك معايا مصحصح وفايق قهوتك وحصلني على الأوضة. قبل ما نبدأ يا ريت نصلي كلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 30 قبل الهجرة، وتحديدا في سنة 592 ميلاديا، اتولد أعظم قائد إسلامي عرفه التاريخ. هو خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي من قبيلة بني مخزوم، ودي القبيلة اللي كانت مسؤولة عن الحروب والسلطة العسكرية في مكة. وده كان ليه أثر كبير في تكوين شخصية خالد بن الوليد وعبقريته العسكرية. أبوه كان من أغنى أغنياء سادة قريش وسيد قبيلة بني مخزوم، وهو الوليد بن المغيرة، واللي كان معروف بريحانة قريش، لدرجة إنه كان بيقوم بكسوة الكعبة سنة كاملة لوحده، وبقية سادة قريش مجتمعين كانوا بيكسوها في السنة التانية. ووالدته هي لبابة الصغرى بنت حارث ابن حرب، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادات قريش زمان إن أول لما الطفل يتولد يبعتوهم لقبائل عربية في الصحراء يتربوا على يد مرضعات، ويرجعوا لأهلهم لما يبلغ سن الطفل 5 سنوات، وده علشان يتربى على القسوة والخشونة ويكتسب فصاحة اللسان. وده اللي حصل مع خالد. وبعد ما رجع خالد بن الوليد لقريش اتصاب بمرض الجدري اللي كان منتشر جدا في الفترة دي وقتها، واللي ساب أثر بسيط على خد خالد الأيسر وفضل معاه وهو كبير. بمرور الوقت بدأ خالد بن الوليد يتعلم ركوب الخيل، وبقى من أمهر شباب بني مخزوم في الفروسية، وزادت مهارته أكتر وأكتر، وبقى من أمهر فرسان قريش على الإطلاق، وأتقن جميع فنون القتال في المعارك، وكان بيستخدم كل الأسلحة المعروفة وقتها. وبدأ صيت خالد بن الوليد يكبر يوم بعد يوم لحد ما أصبح واحد من أمهر فرسان قريش في الفروسية وإتقان فنون القتال، وكان من أمهر الفرسان اللي بترمي بالرمح بمهارة وهو على حصانه من غير ما يخطئ هدفه. وإتقانه الرهيب في المبارزة بالسيف، وده طبعا زود من عزة نفسه وكبريائه، وده باعتباره انه ابن احد كبار سادة القبائل اللي موجودة في قريش. ما بال أبي بكر قد هجر مجالسنا منذ حين، كأن أمرا عظيما قد أهمه فهو يكتمه عنا. لحد ما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن الوليد وقتها عنده 24 سنة. ونتيجة لرد فعل الوليد بن المغيرة اللي هو أبو خالد بن الوليد، واللي كان شايف إنه الأحق بالنبوة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيعتبر نفسه كبير قريش منزلة وسنا، اللي هو إحنا من أشرف وأغنى قبائل قريش، وإننا الأحق إن يكون النبي مننا مش من بني هاشم. وكان الوليد بن المغيرة مصمم إن خالد يشارك في قوائم
قوافل التجارة اللي متجهة لبلاد الشام علشان يزداد خبرة، وبالتالي زار مدن مختلفة وعرف طباع الفرس والروم اللي انبهر جدا بتدريباتهم وقوتهم العسكرية، وأعجب جدا بخيولهم وأسلحتهم ودروعهم اللي ما كانش بيشوف زيها في مكة، ومر على الكثير من البلاد المختلفة اللي حوالين مكة. في البداية التزم خالد بن الوليد موقف الحياد من الدين الجديد، ولكن الأمور اختلفت تماما بالنسبة لخالد بن الوليد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ويحصل أول اشتباك ما بين المسلمين وكفار قريش في غزوة بدر سنة 2 هجريا، واللي انتصر فيها المسلمين برغم عددهم القليل، واللي كان عددهم حوالي 340 مقاتل بس مقابل 1000 مقاتل من قريش. خالد بن الوليد ما شاركش في غزوة بدر لأن ساعتها كان بيشارك في تجارة خاصة بقريش، ودخلت قبيلة بني مخزوم في المعركة دي ب100 فارس من المشركين، وكان من ضمنهم أخوه الوليد بن الوليد ابن المغيرة اللي اتأثر فيها هو و70 شخص تانيين، منهم 30 فارس من بني مخزوم. ومات في المعركة دي أبوه الوليد بن المغيرة وعمه عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، وكانت هزيمة صعبة على المشركين جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد دية أي حد اتأثر في غزوة بدر كانت 4000 درهم، واللي ما كانش معاه يدفع من المشركين كان بيعلم 10 من المسلمين مقابل إن يطلق سراحه النبي صلى الله عليه وسلم. قامت قريش بعتت للرسول صلى الله عليه وسلم 2 علشان يتفاوضوا معاه في موضوع الدية وفي موضوع الأسرة. ال2 دول كانوا عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، وطبعا كان كل اللي يهم خالد ساعتها انه يخلص اخوه من الأسر هو وكل بني مخزوم. وفعلا خالد بن الوليد واخوه الهشام بن الوليد راحوا ليثرب ودفعوا 4000 درهم ورجعوا بأخوهم الوليد في الطريق، ويتفاجئ خالد إن أخوه الوليد أسلم وهرب منه ورجع للنبي تاني. هل كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا من أيدينا؟ ما كنت لأسلم حتى أفتدى بمثل ما افتدي به قومي، ولا تقول قريش إنما اتبع محمدا فرارا من الفداء. يعني هو آمن بالله ورسوله لكنه مرضيش يتقال عنه انه اسلم علشان يتحرر من الاسر، والحقيقة ان اخوه اسلم وهو في الاسر بس ما حبش يعلن اسلامه علشان كان حابب ان المسلمين يستفادوا بمال الدية اللي هتدفع، وبسبب المعاملة الكويسة اللي كان المسلمين بيعاملوه بيها فحب ان الفلوس دي ما تضيعش على المسلمين، وصمم ان خالد يدفع الفلوس، وهو في الطريق هرب ورجع تاني واستفاد المسلمين من فلوسه. بعد هزيمة بدر بدأ المشركين يستعدوا للانتقام، وفي العام الثالث الهجري لما قررت قريش الثأر لنفسها من المسلمين قامت غزوة أحد، ودي كانت أول مواجهات خالد العسكرية مع المسلمين لما تولى قيادة ميمنة جيش المشركين، وكانت مهمته الإحاطة بجناح المسلمين الأيسر، والمشركين ساعتها كونوا جيش من 3000 مقاتل، وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاه 1000 مقاتل من المسلمين لمنطقة الشيخان، ولكن يحصل تمرد من عبد الله بن أبي وانسحب ومعاه 300 مقاتل، فبقى جيش المسلمين قبل المعركة عدده 700 مقاتل بس. بعدها استمر الرسول صلى الله عليه وسلم التقدم بجيش المسلمين لحد ما وصل لمنطقة أحد، وبالوصول هناك كان المشركين في انتظار المسلمين،
وقتها أمر الرسول 50 واحد من الرماة إنهم يصعدوا على جبل يسمى جبل العينين المعروف بجبل الرماة، وده علشان يعملوا غطاء جوي بالسهام لجيش المسلمين. وأمرهم الرسول بعدم النزول من الجبل أيا كانت نتيجة المعركة، وقال لهم: لو رأيتمونا هزمنا وتأكل الطير من رؤوسنا فلا تنصرونا، ولو رأيتمونا انتصرنا فلا تشاركونا. ووعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن هيحفظ لهم حقهم في الغنايم، بس أهم حاجة يلتزموا بكلامه. واتفق أبو سفيان واللي كان ساعتها قائد للمعركة دي إنهم هيهجموا على المسلمين من قدام، وإن خالد بن الوليد ياخد معاه 300 فارس ويلف من ورا جبل أحد ويقف يراقب الأمور هناك جنب جبل الرماة، بهدف إنه يبقى في ظهر خطوط المسلمين علشان يعملوا عليهم كماشة. لأن أبو سفيان كان عارف ومتأكد إنه لو واجه المسلمين وجها لوجه هيتهزم شر هزيمة. وبدأت المعركة بانتصار كبير للمسلمين، ولكن بعد ما كانت المؤشرات كلها في صالح جيش المسلمين واللي كانوا شبه انتصروا خلاص، للدرجة اللي خلت المشركين وأبو سفيان يهربوا، وجيش المسلمين كان بيجروا وراهم وهم حاسين إنهم انتصروا. الرماة المسلمين اتخدعوا من اللي حققوه جيش المسلمين في ساحة المعركة، وخلفوا أمر النبي ونزلوا من جبل الرماة، وسيطر حب الغنيمة عليهم. الغنيمة 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 الغنيمة! لا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم. دايما خالد بن الوليد كانت بتبقى عينه على نقطة الضعف، علشان كده كان دايما خالد بيدور في كل معاركه العسكرية على نقطة ضعف أو أي ثغرة أو زلة للجيش اللي بيحاربه. وبسبب كده خالد مرجعش يشارك مع أبو سفيان أو حتى يسنده أو يأذره، فضل واقف جنب جبل الرماة زي ما هو. كانت أول معركة تبين قدراته العسكرية، وأول لما خالد شاف معظم رماة المسلمين سابوا مواقعهم في الجبل وكانوا بيجروا علشان يلحقوا يجمعوا غنايم المعركة بسبب ظنهم إن المسلمين خلاص انتصروا. وهنا تظهر عبقرية خالد بن الوليد ودهائه اللي استغل الثغرة دي وباغت المسلمين من الخلف، وقتل الرماة المسلمين كلهم اللي كانوا ملتزمين بأوامر النبي وما نزلوش من جبل الرماة، واللي كان عددهم 10 أشخاص بس. وقتل قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وتتقلب موازين المعركة وتتغير نتيجة المعركة لصالح المشركين اللي حققوا انقلاب على المسلمين، ويعيد السيطرة ليهم بعد ما كانوا المسلمين منتصرين في بداية المعركة بفضل اللي عمله خالد بن الوليد. ودي كانت الغزوة الوحيدة اللي خسرها المسلمين، وكانت على ايد خالد بن الوليد. ووقتها خسر المسلمين 70 شهيد، من بينهم سيد شهداء اهل الجنة اسد الله سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وفي المقابل مات 22 من كفار قريش. بعدها اشترك خالد بن الوليد ضد المسلمين في غزوة الأحزاب سنة 5 هجريا، والمعروفة باسم غزوة الخندق، واللي تولى فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص تأمين مؤخرة جيش المشركين ومعاه 200 فارس. بس هو ما اشتركش في المعركة بشكل فعلي علشان يتفاجئ المشركين كلهم بأن المسلمين حفروا خندق حوالين المدينة. ودي كانت فكرة سليمان الفارسي اللي شار بيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من بلاد فارس وكان على دراية كبيرة
كبيرة بفنون الحرب، وفضل المشركين محاصرين المدينة فترة طويلة جدا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أرسل ريح شديدة، وكانت من شدتها بتخلع النخل من جذوره، واللي أرعبت المشركين. فيقرر المشركين بقيادة أبو سفيان إنهم ينسحبوا فورا من المدينة، وانتهت الغزوة بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين وانسحابهم من المدينة المنورة. يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلكت الخيل والإبل وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا ارتحلوا إني مرتحل. وفي سنة 7 هجريا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل صلح مع المشركين لمدة 10 سنوات، واللي اتسمى بصلح الحديبية. وكان من ضمن شروط الصلح ان هيجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو والصحابة في العام التالي من الصلح علشان يعملوا عمرة في مكة. شهد عليها من قريش سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص، ومن المسلمين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن سلمة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن سهيل بن عمرو. وخالد بن الوليد كان صاحب عقل راجح وفهم واسع، وكان دايما بيبحث عن الحق. وبدأ خالد يفكر في أمر الإسلام، وفعلا عدت السنة والمسلمين دخلوا مكة علشان يعملوا العمرة، وكان عددهم وقتها 1400 صحابي، وسميت بعمرة القضاء. وكان من ضمنهم الوليد بن الوليد أخو خالد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جاي يعمل العمرة. وقعد يدور في مكة على أخوه خالد وملقاهوش، فساب له رسالة كتبها له وقال له فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وهل مثل الإسلام يجهله عاقل؟ وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: ما مثله جهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. وفرح خالد بن الوليد واتشرح قلبه جدا من الرسالة دي. وبعد ما استقر رأي خالد على الدخول في الإسلام، قرر انه يروح المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الطريق للرسول قابل عثمان بن طلحة، وده اللي كان معاه مفتاح الكعبة. وهم في الطريق للمدينة المنورة قابلوا عمرو بن العاص داهية العرب، كان جاي من الحبشة، وراحوا مع بعض للمدينة علشان يعلنوا إسلامهم. أين مسيرك؟ ما الذي أرجعك من الحبشة وأخرجك في هذا الطريق؟ أجب أنت، ما أخرجك؟ يا أبا عبد الله، والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب إليه فأسلم. وذلك الذي أقدمني. وهناك أعلن الثلاثة إسلامهم على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، ونطقوا الشهادتين. وده كان سنة 8 هجريا، وكان عمر خالد بن الوليد وقتها تجاوز 40 سنة. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وقد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله أن يغفرها لي. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإني أسألك مثل الذي سأل خالد.
النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيد جدا بإسلام خالد، وفرح المسلمين بانضمامه ليهم، فقد أعزه الله بالإسلام كما أعز الإسلام به. وساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مكة قد ألقت إلينا أفلاز كبدها، وده طبعا راجع لقيمة عمرو بن العاص وخالد بن الوليد كقادة ومحاربين كبار ومهمين في مكة. وبعد 3 شهور من دخول خالد بن الوليد الإسلام قامت معركة مؤتة سنة 8 هجريا، علشان تكون المرة الأولى اللي يكون فيها خالد بن الوليد فارس ومدافع عن راية الإسلام ضد الغساسنة والروم. وكانت غزوة مؤتة واحدة من المعارك اللي غيرت خريطة المنطقة العربية وقتها، وكانت بداية مهمة لظهور هيبة الشخصية الإسلامية العسكرية، وأول سطر بيتكتب في تاريخ طويل من الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام. استعدوا معانا لمعركة شهدت أعظم خطة انسحاب تكتيكي حصل في التاريخ بقيادة سيف الله المسلول خالد بن الوليد. كل ده وأكتر هنعرفه في الجزء الثاني من حدودة القائد العظيم خالد بن الوليد. استنونا الحلقة اللي جاية واللي هتكون مليانة بالأحداث المثيرة والمعارك العظيمة اللي قادها سيف الله المسلول خالد بن الوليد. وبس كده، أتمنى أني أكون قدمت لكم حلقة مفيدة ليكم النهاردة. كان معاكم محمود عاشور، استنوني في حواديت جديدة جاية، في أمان الله.